من أرض المغرب برز رجال ونساء غيروا مجرى التاريخ. حكام، علماء، مقاومون، رجال الدين وأبطال لا ينسون. قصص حقيقية لكن أعظم من الخيال. أبطال من المغرب. إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موقعة فخ سنة 786 ميلادية ضد العباسيين، هرب من المشرق متخفياً حتى وصل للمغرب. استقر بمدينة وليلي قرب مكناس، حيث استقبله قبيلة أربة بالأمان والترحيب، وأسس شرعية سياسية ودينية. 789 ميلادية أعلن نفسه إماماً وأسس أول دولة إسلامية مستقلة بالمغرب خارج نفوذ العباسيين. دعا الناس إلى الإسلام الصحيح وانتشرت دعوته بسرعة بين القبائل. 791 ميلادية توفي مسموماً على الأرجح بأمر من العباسيين، وترك زوجته حاملاً بابنه إدريس الثاني الذي واصل بناء الدولة الإدريسية. اعتبر المؤسس الفعلي لأول كيان سياسي إسلامي موحد في المغرب